ليه في ناس بتدخل نفس العلاقات 5 مرات، كل مرة يقول فيها المرة دي بالذات هيبقى شكلها مختلف، وفي الآخر نكتشف إن هي وقعت مع نفس الشخص ولكن بطريقة مختلفة؟ وليه واحد كل مرة يحلف يقول إن هو مش هيغضب ودي هتكون آخر مرة ويحصل موقف مشابه للموقف اللي فات وينفجر؟ ليه واحدة تقول 1000 مرة أنا المرة دي بقى هبدأ أحس إن أنا أقدر نفسي، ولكن نلاقيها برضو مش قادرة إن هي تحس بنفسها وتديلها قيمتها الحقيقية؟ السؤال اللي بيطرح نفسه، هل إحنا أغبياء ولا في حاجة جوه عقلنا أقوى من إرادتنا؟ أنا النهاردة مش عايز أتكلم على الغلط، لكن أنا عايز أتكلم على الآلة اللي جوه هنا اللي بتصنع الغلط. المشكلة مش في إن حضرتك بتغلط، لكن المشكلة إن حضرتك بتبقى نسخة مكررة من نفسك من غير ما تحس. ولهذا السبب فأنا هقول لحضرتك على 10 حاجات بتفهمنا نفسنا احنا ليه بنكرر اخطائنا. المحور الاول، هل نكرر الاخطاء لاننا اغبياء؟ اول خرافه لازم حضرتك تفهمها ان الانسان بيكرر الخطا مش لانه قليل الذكاء، ولكن لانه هو قليل الفهم للمواقف اللي بتحصل ليه. في علم النفس في فرق ما بين الذكاء والانماط السلوكيه. الانسان ممكن يكون عبقري جدا في عمله لكن يفشل في كل علاقاته. ممكن يكون دكتور نفسي ولكن كل الاختيارات اللي بيختارها في حياته الشخصيه مؤذيه. ممكن يكون استاذ جامعه لكن ما بيقدرش يتوقف عن عاده هي موجوده في حياته ومدمراها. اذا فالموضوع ملوش علاقه بالمعرفه ونقص المعرفه، لان المعرفه وحدها لا تغير السلوك. عالم النفس الامريكي كارت لاين بيقول السلوك ليس نتيجه ما نعرف وانما نتيجه القوه التي تتحكم فينا في تلك اللحظه. المحور الثاني، المخ لا يتعلم من الألم وحده. احنا طول عمرنا متخيلين ان احنا لما بنتألم بنتعلم، ولكن الحقيقة ان الألم وحده لا يعلم. الألم بيعلم اللي صاحبه فهم بس. في تجربة مشهورة لعالم مشهور اسمه مارتن سليجمان، تجربة اسمها العجز المتعلم Learned Helplessness. جاب مجموعة من الحيوانات وعرضها لموقف مؤلم متكرر هي ما تقدرش ان هي تهرب منه. بعد فتره فتح لمجموعه الحيوانات دي باب النجاه، ولكن المفاجاه الحيوانات ما اتحركتش. ليه؟ لان المخ اتعلم شيء اخطر من الالم. المخ اتعلم ان المحاوله بلا فائده، وده اللي بيحصل مع ناس كتير. مشكلتهم مش انهم اتوجعوا، ولكن مشكلتهم ان هم عملوا تفسير للالم، واحيانا تفسير الألم بيكون أخطر من الألم نفسه. المحور الثالث، الإنسان يكرر المألوف والعقل يحب المألوف أكثر من الصحيح. والحقيقة دي من أكثر الحقائق الصادمة في الموضوع، لأن العقل دايما بيبحث عن المعروف حتى لو كان هذا المعروف مؤلم. في حاجة في علم النفس اسمها تأثير التعرض المتكرر. كل ما الشيء تكرر أمام المخ أصبح أكثر قبولا حتى لو كان الشيء ده ليس هو أفضل شيء بالنسبة لك. وعشان كده طفل نشأ في وسط بيئة كلها صريخ وصوت عالي، مع الوقت بيحس إن الصريخ ده شيء طبيعي. واحد تاني اتربى على الإهمال بيحس بحاجة غريبة جدا لو لقى نفسه بيعامل باهتمام، لأن الاهتمام بالنسبة له شيء ليس مألوف. المحور الرابع، نحن لا نكرر الأشخاص، نحن نكرر المشاعر. تلاقي شخص يقول لك كده يا أخي أنا كل الناس اللي قابلتهم في حياتي كلهم نسخة واحدة، ولكن الحقيقة إن الأشخاص كانوا مختلفين. ولكن اللي ما كانش مختلف هو الشعور اللي بياخده من مجموعة الأشخاص اللي هو بيتكلم عنهم. لأن في الوقت ده حضرتك لا تبحث عن الشخص، لكن أنت بتبحث دون وعي عن إحساس أنت عارف الإحساس ده وبتحبه وأصبح ليك إحساس مألوف. ومن هنا بيجي مفهوم التكرار القهري الريبيتيشن كومبالشن، وده اللي اتكلم عنه العالم المعروف سيجموند فرويد. هو كان بيشوف إن الإنسان بيعيد تمثيل نفس الجروح اللي بيمر بيها مرة تانية على أمل إنه يغير النهاية، لكن طبعا النهاية كل مرة بتكون هي نفس النهاية. المحور الخامس، المعتقدات الأساسية لا تعمل في الخلفية داخل كل واحد فينا. في جمل كده جوه دماغنا احنا مش بنسمعها لكن هي بتدير حياتنا بالكامل. على سبيل المثال، أنا لا أستحق، الناس كلهم هيسيبوني، الحب من غير ألم ما يبقاش حب، أنا لازم أرضي الناس اللي حواليا. العلاج المعرفي السلوكي اللي هو من أشهر العلاجات النفسية CBT ده اسمه الكور بيليفز او المعتقدات الاساسيه. العالم ارون بيك بيوضح ان المعتقدات دي هي بتشتغل جوه تفكيرنا كعدسه بيرى منها الانسان العالم. هو مش شايف الحقيقه، هو شايف معتقداته. المحور السادس، المكسب الخفي وراء العاده المؤذيه. سؤال أتصور إن هو صادم. لو العادة اللي موجودة في حياتك دلوقتي عادة مؤذية، ليه حضرتك متمسك بيها؟ الإجابة لأنها بتدي لك مكسب خفي. أضرب لك أمثلة يومية مشهورة. التدخين بيهدي التوتر، الغضب بيديني إحساس بالقوة، التسويف بيريحني من القلق
مؤقتا. العلاقات حتى لو سامة مهمة جدا لانها بتمنع شعور الوحدة. كل ده بعلم النفس السلوكي اسمه السكندري جين او المكسب الثانوي. وعمرك ما هتقدر تتخلص من عادة حضرتك معتاد عليها الا لما تعرف هي بتدي لك ايه، لانك لما بتعرف يعني ده بيدي لك الفرصة انك انت تبدأ تتحكم. المحور السابع: التغيير ليس قرارا فقط. كل كم مليون سنة كده بيطلع البشر ويقولوا ان شاء الله من بكرة هتغير، ان شاء الله من بكرة هبدأ دايت. كم مرة حضرتك قلتها؟ عارف حضرتك انت يوم السبت اللي هو ان شاء الله لما هيجي انا هبدأ الدايت، اللي هو يوم السبت اللي هو 2048 ده اللي هو لسه ما جاش لغاية دلوقتي. ليه بقى ما بيحصلش؟ لان قرار التغيير ده هو البداية، واحنا متخيلين ان التغيير ده هو النهاية. ده غير صحيح. مراحل التغيير بشكل علمي زي ما علم النفس بيقول لنا تبدأ بالإنكار، تعدي على التفكير، تشغل الاستعداد، ثم بندخل في الفعل. بنجتهد ان احنا نحافظ على النجاح اللي احنا عملناه لفترة، لكن احيانا بيحصل انتكاسة. لكن لما بنمشي بالخطوات دي كلها ده بيدينا الفرصة ان احنا حتى بعد الانتكاسة بنعرف نرجع مرة تانية. وبنتعلم ساعتها ان الانتكاسة ليست فشل، وانها جزء طبيعي في رحلة التغيير. المحور رقم 8: عندما يصبح التكرار دائري. الفكرة بتصنع الشعور، الشعور بيصنع السلوك، السلوك بيؤكد الفكرة، وهي دي دايرة الأفكار. شبه دايرة الأفكار اللي اتكلمنا عليها من شوية لما قلنا أنا فاشل، أو أنا بخاف، أو أنا ما أقدرش أجرب. ولو فكرت في مرة من المرات إني أخرج بره دايرة التفكير بتاعي وفشلت ربع فشل، أرجع ولاقي نفسي بقول لنفسي مش قلت لك؟ ليه ده بيحصل؟ لأن الإنسان مش بيعيش جوه الواقع اللي هو بيتعامل معاه أكتر ما بيعيش جوه الدايرة المغلقة اللي هو خلقها لنفسه بدماغه. المحور التاسع من أهم المحاور: لماذا ندافع عن أخطائنا؟ أقول لحضرتك ليه؟ لأن الاعتراف بالخطأ بيهز صورة الإنسان قدام نفسه. لما السلوك بيتعارض مع قيم الإنسان بيبدأ يشعر بعدم الارتياح، وبيحتاج إنه يعمل أي حاجة عشان يهرب من الشعور اللي بيجيله في اللحظة دي. وبدل ما يغير السلوك يعمل تبرير، فيبدأ إن هو يقول لنفسه ما هو كل الناس بتعمل كده، مضطر وما عنديش حل تاني، الظروف هي اللي اجبرتني، هم السبب. والحقيقه المعروفه للجميع للمبرراتيه: كلما زادت التبريرات قلت التغييرات. المؤشر العاشر والاخير: كيف تكسر هذه الدائره؟ ببساطه ما تفكرش انك انت تبدا تحارب السلوك بتاعك، ولكن مطلوب من حضرتك انك انت تفهمه. مطلوب من نفسك كمان انك انت تسأل سؤال مهم: هو ايه الشعور اللي انا بحاول اهرب منه؟ لازم توصل لاجابة السؤال ده. كمان لازم تدور جوه دماغك وجوه المعتقدات اللي جوه دماغك. ايه هي المعتقدات اللي بتقود حياتي؟ النقطة اللي بعد كده هي انك انت تعرف ايه المكسب الخفي ورا كل عادة مؤذية انت بتعملها، ولازم تدور على بديل صحي ليها باذن الله. النقطة الاخيرة في التغيير: حاول انك انت ما تكونش بتطلب من نفسك التغيير الكامل، ولكن اطلب من نفسك التغيير المتكرر. لان مفيش شخصية في الدنيا بتتغير بالقفزات، ولكن بالعادات الصغيرة المتكررة المتكررة المتكررة. ختاما بفكرك وبفكر نفسي ان اكبر كذبة احنا بنقولها لنفسنا: انا وقعت في نفس الغلط. ولكن الحقيقة ان انت ما وقعتش في نفس الغلط ولا حاجة، ولكن انت مشيت في نفس الطريق. اول خطوة للتغيير انك تعرف الحقيقة اللي محدش قالك عليه. مع البنا.